شكرا زميلي محمد سعدون الكواري، وشكرا محمد ابو تريكه وضيوفك الكرام. خلاص يا ابو تريكه، كاس العالم خضع لميسي. لا، ما هو برضه ميسي بعد كل ده يستحق كاس العالم ويستحق انه ينام مبسوط. وانت يا ابني مش بتشجع رونالدو؟ اه يا عم بشجع رونالدو. ايه المشكله ان اقول ان ميسي يستحق كاس العالم؟ خلاص كاس العالم خضع لميسي. الارجنتين بطل كاس العالم 2022 في قطر. مونديال عظمه على عظمه على عظمه، كاس عالم تاريخي، نهائي، افضل نهائي تقريبا في التاريخ. الارجنتين كانت متقدمه 2-0 وخلاص الكل قال الماتش اتحسم للارجنتين. فجاه مبابي يجيب جونين في دقيقتين، نروح للاكسترا تايم، الارجنتين ترجع بجون لميسي، مبابي يرجع بضربه جزاء تاني، 3-3 يفضل الماتش لحد الدقيقه الاخيره، وفرصه لفرنسا صدها إيميليانو مارتينيز، كان نقطه تحول للارجنتين اللي فازت بعدها بضربات الترجيح. ميسي مش محتاج يثبت لحد ان هو من افضل لعيبه في التاريخ او افضل لعيبه في التاريخ بالنسبه للبعض، لكن انا كشخص بحب كريستيانو ما عنديش مشكله ان ميسي حقق كاس العالم. لا، ميسي كان يستحق النسخه دي، قدموا اداء كبير قوي، اللعيبه كانت بتحارب مش بتلعب كوره، مدرب كبير قوي زي سكالوني كان بيعرف يقرا الخصوم صح من اول المباراه، بعيدا عن ماتش السعوديه طبعا، بيعرف يعمل الخطه، بيعرف اللعيبه بتأدي ازاي. بس الارجنتين بتعرف بكوره من ميسي توصل بيها او تاخد ضربه جزاء، الفرديات بتاعتها حلوه، لعيبه نص الملعب كلها لعيبه بدنيه حلوه قوي، انزو فرنانديز، ديبول، وماك اليستر عملوا مونديال حلو قوي. الارجنتين كانت تستحق ان هي تكون البطل، وحقيقي الواحد كان مستمتع جدا بمونديال قطر. عدى شهر على بدايه المونديال، شهر جامد جدا، شهر عظيم، الاجواء والفعاليات والاحتفالات والماتشات كل حاجه كانت حلوه في مونديال قطر. الف مبروك لميسي، والواحد زعلان ان خلاص ميسي وكريستيانو مسيرتهم قربت تنتهي، الاثنين هيعتزلوا دولي تقريبا، والاثنين هيعتزلوا خلاص اصلا في اخر ايامهم. بس احنا على بدايه اسطوره جديده زي كيليان امبابي، جايب 12 جون في كاس العالم في 14 ماتش في نسختين بس. انا شايف انه هيعدي ال 20 جون في كاس العالم. ماتش كان تاريخي وكان يستحق ميسي انه ينام مبسوط النهارده. هنعمل لكم كام حلقه كده حلوين، فمستنيكم تدعموني بلايك واشتراك وتفعلوا الجرس عشان تستنوا الجديد اللي هيوصل لكم. سلام.